مسلسل الشحات الشيبي بقى ينافس مسلسلات رمضان، واعتقد ان هو الترند، خصوصا اذا كان هذا الامر يهم طبعا النادي الاهلي واكبر الانديه المصريه والعربيه، والنادي البيراميدز اللي هو واحد من الانديه الكبيره اللي الطرف الثاني فيه لعيب دولي مغربي. نهايه هذا المسلسل لن تكون سعيده. سرعه الاحداث اللي بتجري بشكل مرعب بتقول انه الدنيا هتتكركب، وهنشوف يعني امور لا تليق بما يجري في ساحه كره القدم المصريه اللي اصبحت فرجه قدام الدنيا كلها. السبب الرئيسي في الكارثه دي هو اتحاد الكوره. اتحاد الكوره حضراتكم اللي لا يتعامل لا بنزاهه ولا بشفافيه مع اي قضيه بترتبط بعقوبات او بمواقف لابد فيها من شجاعه لاتخاذ قرار. ومش هرغي في تفاصيل كتير، لكن دول الدخول في امور قانونيه او لوائحيه اللي ممكن اقوله انه النهارده العمليه وسعت وزاطت. ليه؟ لان اتحاد الكوره مكاييله او المكاييل اللي بيتعامل بيها قايمه على الازدواجيه في اتخاذ القرارات، لا فيها نزاهه ولا فيها وضوح ولا فيها حاجه. وبعتقد انه هذه الامور الخاصه بالقرارات الازدواجيه بتصيب ناس كتير جدا جدا بالقرف، وبتخلي الناس دول يروحوا بعيد لابعد مسافه في الدنيا عشان ياخدوا حقوقهم. قصه الشيبي والشحات بقالها 8 شهور. الاتحاد رقد في الذره، فضل نايم في العسل، مشت الامور في قضايا، راحت للجنه الانضباط، رجعت لجنه الانضباط، الامور هديت، الاهلي هدد، اتحاد الكره خاف، اتخض، قال لك هجيب اللعيب عشان احطه امام الامر الواقع، ازاي اروح لمحكمه مدنيه، هجيب الشيبي وهجيب التاني، وقعد اتحاد الكوره يلغوص في الموضوع. والنادي الاهلي بيضغط من ناحيه وبيقول لك ان اللي يروح المحاكم الاداريه انا هروح للمحكمه الدوليه، وممكن نخش في متاهات. طلع بيان من نادي بيراميدز المحامي بتاعه بيقول لك ان اللجوء للمحاكم المدنيه لما ترتبط بالامور الخاصه بالعقوبات الجنائيه يبقى انا اروح للنيابه، لكن الامور الخاصه بالملعب اروح للمحكمه الدوليه. يعني الكركبه اشتغلت. اللي انا وصلت له ان لا بيراميدز سيرضخ لتهديدات من النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي هيسكت امام اي ضرر يصيب الشحات، رغم ان الشحات طبعا ارتكب خطا عنيف جدا جدا، والمساله اللي احنا كلنا فاكرينها الالم الشديد اللي طرأ والقصه دي كلها. وبقول انه التعامل مع ازمه الشحات والشيبي اللي وصلها الحاله دي هو العند من كل الاطراف. اتحاد اولا الذره، اتحاد الكوره راقد في الذره، الاهلي بيضغط، بيراميدز بيعند، الاهلي ما بياخدش خطوه لقدام. كان قال لك انا يعني زي ما تقول اعتذرت، دخل في مسائل خارجه عن الاراده. لكن اذا كان اتحاد الكوره فشل في حاجات كتيره في حل مشاكل لم يكن فيها شجاعا، فانا بعتقد ان هذه الحادثه او هذا المسلسل هيكون احد الاسباب المهمه جدا جدا في التعجيل برحيل اتحاد كره القدم، لان مش ده المسلسل الوحيد اللي مش هينتهي نهايه سعيده لاتحاد الكوره. في مسلسلات كتير جدا جدا وقبل رمضان ستنتهي نهايه سعيده غير سعيده على اتحاد الكوره. وفي كل الاحوال كل سنه وانتم طيبين.